فهمت الفرقه فيها ايه؟ عشان احنا كنا بنقعد نقول لك ده الجمهور بتاعنا اللي ما بيعجبوش، يقول لك الناس اللي عايزه ريتش والناس اللي عايزه تهدم النادي، ونقعد نشرح يا ابني نهدم النادي ليه؟ انا اهلاوي زي زيك. ما انتوا تثيروا الجدل، جدل ايه وريتش ايه وبتاع؟ انت وصلت عندك لعيب بيتخانق مش عاجبه ان زميله خد رجل المباراه. احنا في حته وحشه قوي، احنا في حته وحشه قوي. لو انتوا لسه هتاخدوها في اللجان الزملكاويه، لا لجان جمال جبر، لا اتباع شوبير، لا كارهين محمود الخطيب، احنا في حته وحشه قوي. وقبلها حصلت من قفشه وهو مع ابراهيم فايق، لما قال لك يعني شوف انا نزلت عملت ايه في نهائي الكاس واسست وجون وامام هو اللي خدها. وساعتها انتوا برضه اصل هو على نياته الفلاح المصري الاصيل ابو قبله لا لعيبه صفرة، لعيبه صفرة، لعيبه. فريق ما فيهوش كابتن. يعني لو فريق فيه كابتن كان هيروح يشده، او في اوضه اللبس هينفخوا على اللي هو عمله. انت تقول لي عرفك ما ممكن ده يحصل يا باشا؟ دي مواقف متكرره كانت حصلت مع غيره، كانت حصلت مع اللي بيبقوا قاعدين على الدكه لاويين بوزهم، كانت حصلت مع احمد عبد القادر اللي كان بيطلع على تويتر يشتم الجمهور، كانت حصلت على اللعيبه اللي بتنزلك تريزيجيه اللي عمل لك هس. المشكله في ايه بقى في الموقف ده؟ يعني عارف موقف الحاجات اللي كنا بنسمعها ان عايز ياخد فلوس اكتر من زميله، دي ساعات كنت بقعد اقول لك ايه، على فكره ده كلام فاضي، هم ممكن يبقوا اصحاب محدش متضايق. يعني دي ممكن تعدي ان مثلا زيزو يروح لامام ويقول له بص يا امام، انت فاهم الموضوع ملوش علاقه بيك، انت عارف القرف اللي انا كنت فيه وقعدت سنتين في الزمالك ما باخدش فلوس، وانا برضو سني 30 سنه وعايز اخد لي قرشين. ساعتها هتلاقي امام عاشور لا حبيبي حبيبي يا عم، ما انا عارف ان ده شغل وكلاء، وانا برضو الوكيل بتاعي برضو فاهم، قال لي ما تيجي نروح ننكش هتتلم. هيقول له يا عم انا مش باصص لك في رزقك، انا عايز انا كمان فلوس، انا نجم، اقول له تمام. لكن دي بقى ما فيهاش. يعني دي انا عايز اعرف انتوا لما دخلتوا اوضه اللبس يعني ياسر ومروان اتعاملوا مع بعض ازاي؟ يعني مروان وهو قاعد في اوضه اللبس كده ومعاه جايزه رجل المباراه، وياسر زميله داخل عليه اللي بيتخانق بره مع اللجنه اللي بيقول لهم ازاي مروان اللي ياخدها المفروض انا. يعني دي هتراضوا بعض بيها ازاي؟ دي ازاي ممكن تحسسه لا الموضوع يا مروان ملوش علاقه بيك؟ بس انا شايف ان انا عملت مجهود، ايوه عملت مجهود احسن مني، انت شايف ان انا ان انت احسن مني، انت مش عاجبك ان انا خدت الجايزه. فيا جماعه الموضوع كارثه، الموضوع كارثه. وخلاص يعني هو الكلام انتوا عارفينه، ما اعتقدش. سيبك من نوعيه الجمهور بقى بتاعت انتوا ما بتصدقوا اي حاجه، خليك انت قاعد، خليك انت قاعد كده، اتعامل مع كل موقف انه موقف فردي. ده شتم جمهور خلاص بقى انتوا هتمسكوا فيه. خسرنا بطوله كذا، خلاص هي جت على بطوله، مدرب طلع وقع، جت على مدرب، صفقات طلعت وقع، جت على الصفقه دي، خليك انت ماشي ايه ان كل حاجه خلاص ما جاتش على دي. لكن انت في كارثه، الفرقه دي ما فيهاش ذكر يمسك الفريق.